السلام عليكم. ان شاء الله هاد الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هاد الموديل بهذا الشكل هكذا. المهم تيجي بحال شكل بورتكلي وهو عملي، اذا تقدري ديري فيه الكلوس ديالك ولا العكر ولا اليو اس بي، اي حاجه اللي دغيا تجبديها تجيب هكا وتتغطى بهذه الطريقه هكذا. تكفي غير تجبديها لتحت تتغطى، اذا تجي زويونه. وتقدري كذلك تكروشيها في وسط الصاك، يعني دغيا تجبدي داك الكلوس ديالك. وهنا اليو اس بي، المهم تستعمليها انت فاش ما بغيتي. وبالنسبه للبنات الا بغيتو ديروهم كمشروع راهم ممتازين، يعني البنات غادي ياخذوهم منكم طايرين، تيجيو زوينين في الهزه. غادي نبداو ان شاء الله. اذا الصف على جوج دائما نبداوها من الداخل كما تنقول لكم. وهنايا عندي رقم 3.0 خدمتها بالغليظ باش دغيا طلع، وكذلك بقات تجبد. اذا غادي نعمر جوج سلسلات، 1 2 ومن بعد غادي نعمرو 12 عمود. اذا ها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. وغادي نجبدو العمل بهذا الشكل هكذا، وغادي نجيو لهنا وغادي ناخدوها بهذا الشكل هكذا. نجيو اللي قدامها وغادي نديرو نص غرزه وحنا مستمرين مع العمل. اذا هنا غادي خرجت الخيط لبرا باش نفينيه، لان منين غادي يطلع الشكل ما غاديش يصلح لك تفينيه من الداخل. شنو غادي تحصل عليه؟ اذا عندك هذيك الخدمه اللي خدمنا الاولى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. اذا 13 عمود بهذا الشكل هكذا. صافي. من بعد ما ديري 13 اذا غادي نفينيو، قطعنا الخيط وغادي نفينيوه. صافي. هنا خليت هذا من برا باش نفينيه من برا. دابا غادي نخدموا ديك الطريفشه اللي الفوق. اذا غادي نخدموا الطريفشه اللي اذا حنا خدمنا 12. اذا دابا غادي نزيدو 4 باش تدخل لنا بسهوله. اذا غادي نخدموا 1 2 وغادي نعمرو 16 عمود. اذا نخرو هذا باش يبان لنا العمل مزيان. اذا قلنا 2 اعمده، 3 4 5 6. إذا 1 2 3 4 5 6
8 9 و10. اذا خدمنا 16 عمود. غادي نجمعوا العمل ديالنا وغادي نجبدوه لبرا باش ملي نجيو نفينيو يجينا ساهل. غادي ناخذوا هذه منسلقه ومن بعد غادي ناخذوا من الداخل ديالها بالكروشي بهذا الشكل هذا. انت ناخذ من العمود ما نزيد حتى حاجه. غادي نستمر على نفس العمليه بهذا الشكل هذا. إذن هنا غادي ناخذ نص غرزه الفوق وانا مستمره. حتى نكون 5 ديال الطبقات. راهم تيطلعوا بسرعه، وبالنسبه لي جون غادي ياخذوهم منك طايرين الا كنت غادي ديرهم كمشروع. اذا ضروري غادي ديري شي وحده ليك انا متيقنه كيجيو زويونين. ديرها في الصاك ديالك. اذا تنستمر على نفس العمليه وانا تنضر معاه نفس العمليه اللي كنا تنديرو داك الغطاء الاولاني، غير هذه العدد ديالها كبير باش يدخل لنا فيها بسهوله ويجي عاطي داك الشكل ديال لاكلاص. من هنا غادي خصني ندير 5، 1 2 3 4 وهذه 5. من هذه اللي غادي نسالي غنوصل لنقطه البدايه وغادي نحبس. اذا 1 2 3 4 و5. اذا غنوصل لهنا ومن بعد غادي نمشي وغادي ندير العمل ديالي بالرجوع. اذا هكذا هكذا وانا مستمره باش يعطيني داك الديكور من التحت. وانا راجعه معاه وغادي نفيني الخيوط باش عاد نديرو لها البلاصه فاش غادي تشد، وكذلك غادي نزوقوها. اذا تقدروا تزوقوها بالعقيق وكذلك تزوقوها بالصوف الملونه، يعني تحبكيها وتيجي شكلها زوين. اذا هذا الشكل ديال هذا الشكل هنا وهنا تدخل بسهوله. اذا غادي نفيني الخيوط وعاد غادي نوريكم شنو غادي نديرو. تيبقى لك غير تفيني داك الخيوط من الفوق بهذا الشكل هكذا. صافي تقطعي الخيط وكذلك غادي نفينيو هاد البلاصه. اذا كذلك غادي نفيني هاد جوج خيوط، وهذا اما فينيه من الاول ولا جبديه بحال اللي جبدته، لان الا طلعتي العمل ديالك بهذا الشكل هكذا ما يمكنلكش تفينيه من الداخل.
غادي تجي لهنا وغادي تخدمي صغرزه بهذا الشكل هكذا، الحجم اللي بغيتي باش يتعلق لك. اذا تقريبا 30 سنتيمتر باش تبقى لك 15 بهذا الشكل هكذا. علاش؟ لان ملي تحطي الكلاص ديالك تيتقل واحد شويه وتيجي طويول بهذا الشكل هكذا، يعني تيعطي واحد ثقل، يعني باش ما يجيكش بعيد على الصاك. صافي. اذا دابا غادي نقطعوا الخيطه ديالنا وغادي نجيو لهاد البلاصه. اذا غادي نجيو شي بلاصه هنايا وغادي ندخلو بهذا الشكل هكذا، ومن بعد غادي تمشي مباشره مع هكا وتاخدي كذلك شي بلاصه هنايا بهذا الشكل هكذا، وعاد غادي تمشي مباشره اون فاس ديال هاد البلاصه اللي درتي هنا، وغادي نخيطوا العمل ديالنا هنايا. اذا غادي نفينيهم مزيان داك الخيوط، حاولي تثبتيه مزيان باش ما يطيحلكش مع الثقل ديال الكلوس، باش ما يضيعش نهائيا. نخيطوها مزيان. هانتوما شوفوا تناخذ شويه من هذا العمل ديالي، تنخلي غير دوك جوج خيوط اللي باش خدمت. هانتي ندير شويه هكذا كثري وعاد سيري خيطي. هانتوما دابا الا بغات تجبد اليوسبي ولا الكلوس ولا اي حاجه تجبدها من هنا، وفاش تسالي اذا تتردو وتتسدها كذلك وما تخافش عليه نهائيا يطيح. يجي شكلهم مزوين. وهنايا تزوقيهم يعني وهاد 15 سنتيمتر راه كافيه، يعني ملي تجي هكذا للصاك تتحطها في الصاك، اذا تدير لها هكذا تتلويها وهنا تيشد لها في الصاك. اذا شوفوا هاد العطر ديال الحج، اذا هنايا شوفوا الوسع ديالو كبير وكذلك الطول ديالو راه كبير مقارنه لهاد النماذج اللي درتي. صافي. اذا الا مشيتي خديتيه بهذا الشكل هكذا ودخلتيه بهذه الطريقه هكذا راه غادي يجي راكب. وبالنسبه لهاد العلو ديالو واخا عالي، هذيك الطريبشه راه تتسدو، يعني ما تخافيش تبيعي وما يجيهاش داكشي اللي غادي تدخل فيه، كان عكار كلوس. وهذا هو الشكل النهائي كما شفتيو. تنتمنى يكون عجبكم هذا العمل وحتى نتوما تجربوه. مع السلامه.